السلام عليكم. واش عمرك فكرتي تستعملي مزيل رائحة العرق طبيعي اللي كيحمي البشرة من المواد الكيماوية؟ تخيلي منتوج كتصايبيه في دارك بمكونات طبيعية، كيرطب البشرة وكيعطيك ريحة منعشة كتدوم طول النهار. والأجمل أن هذا المنتوج يقدر يكون حتى فكرة مشروع صغير تربحي منه من دارك. في هذا الفيديو غادي نعطيك أسرار باش توصلي لنتيجة مثالية. تابعي الفيديو حتى الأخير. بسم الله. غادي نحتاجو 20 غرام من زيت جوز الهند او زيت الكوك، معروف بالترطيب ومضاد للبكتيريا اللي كتسبب لنا في الروائح الكريهة. كيحمي ايضا البشرة من الالتهابات والتهيجات اللي ممكن تكون تسببت فيها مزيلات العرق التجارية. غنحتاجو ايضا 10 غرام من زيت اللوز الحلو اللي كيعطي نتيجة فعالة في ترطيب وتفتيح الإبطين. هاد الزيت غني بالفيتامينات والمعادن اللي كتحافظ على نعومة البشرة. ممكن تستبدلوه بزيت أرغان أو زيت الورد. وممكن أيضا عوض 20 غرام من زيت جوز الهند نستعملو 10 غرام من زيت السعد و10 غرام من زيت جوز الهند. معروف على نبات السعد أنه كينقص من النمو ديال الشعر مع المداومة. نحتاج أيضا 40 غرام من زبدة الشيا أو زبدة الكاريتي، فهي كنز طبيعي للبشرة غنية بفيتامين أ وفيتامين أو اللي كيعاونوا في تجديد الخلايا وكيعطيو للبشرة الترطيب والليونة. فهي كتحارب الجفاف وكتقلل من الالتهابات خصوصا للبشرة الحساسة. زبدة الشيا كتعتبر عنصر مهم في هذه التركيبة، حيث كتساهم باش يكون مزيل رائحة العرق سهل الاستخدام وما كيذوبش بسرعة. غادي نضيفو 25 غرام ديال شمع النحل الابيض، ماشي الصفر حيت الابيض كيكون منعدم الرائحه والصفر كتكون ريحته شويه مجهده. الدور ديالو هو يجمع لنا التركيبه ويعطيها القوام الصلب بالاضافه للترطيب والحمايه من التهيج. غادي نخلطوا المكونات الزيتيه مع بعضها ونوضعوها على نار مهيله او في حمام مريم. انا كنفضل الحمام مريم باش المكونات ما يفقدوش الفعاليه ديالهم. غناخدو الخليط غنمشيو نذوبوه ارجل. غادي نعبروا المكونات الجافه اللي هي النشا، اكسيد الزنك والطين الابيض. غادي نعبروا 3 غرام من النشا، ماشي ديال الاكل وانما النشا الخاصه بالكوسميتيك. انا ضفت حتى المسك الابيض، حكيته في الحكاكه الرقيقه وخديت منه 2 غرام، كيعطي ريحه زوينه وريحه النقاوه. ممكن تضيفوه ممكن تستغناو عليه. غادي نعبر 3 غرام من اكسيد الزنك اللي كيمتص العرق وكيمنع تهيج البشره وكيحارب البكتيريا. غالبا كنلقاو اكسيد الزنك في الكريمات الخاصه بالاطفال الرضع اللي كنستعملوهم في تغيير الحفاضات. غادي نضيفو 3 غرام من الطين الابيض اللي كيمتص العرق والدهون الزائده والاوساخ وكيخلي البشره نقيه ورطبه وكيبيض منطقه الابطين. بعد ما ذوبنا الزيوت في حمام مريم غادي نضيفوا المكونات الجافه شويه بشويه مع التحريك باش يتجانسوا مع بعضهم. بغيت نضيف واحد النصيحه: الا كنتو غادي تصاوبوا التركيبه للتجاره فضروري تشريو المواد الاوليه من الشركه الخاصه ببيع المواد الاوليه لمستحضرات التجميل بحال لا سوسيتي شيمكو سود. وقبل ما تبداي تحضري المكونات ديال مزيل العرق خاصك تعقمي الادوات اللي غادي تستعملي وتعقمي سطح العمل وديري حتى الليقات يكونوا معقمين. التعقيم كيكون بكحول طبي ديال 70 درجه، كيكون متواجد في الصيدليه او في شركه بيع مواد الاوليه لمستحضرات التجميل. في هذه المرحله مهمه بزاف باش تحافظي على المنتوج ديالك لمده اطول، فإلا دخلوا ليه الجراثيم دغيا غادي يفسد. التعقيم غادي نخصصوا ليه باذن الله فيديو خاص لانه مهم جدا في صناعه مستحضرات التجميل.
بعد ما خلطنا مزيان المكونات غادي نخليوها تبرد شويه باش نضيفو الزيت العطري. انا غادي نستعمل العطر المونوي، ريحته فنه. وانتم استعملوا العطر اللي بغيتو، ممكن تضيفوا حتى الزيوت الاساسيه بحال زيت النعناع، زيت الخزامه، زيت شجره الشاي. غير هي الزيوت الاساسيه ما كتصلحش للمراه الحامل. قبل ما نوضعوا المنتوج ديالنا في العلبة ضروري نغسلوها مزيان ونعقموها بالكحول الطبي. هذه هي النتيجة النهائية ديال مزيل رائحة العرق. فعلا منتوج يستحق التجربة. المكونات ديالو في متناول الجميع والنتيجة ديالو فعالة، بالخصوص ريحة المسك الأبيض مع عطر المونوي عطات واحد المزيج رائع. أنا هنا زينته بالورد البلدي. إلا عندكم شي سؤال فأنا راه الإشارة ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وفي الفيديو الجاي بإذن الله غادي نصاوبوا مورد الخدود والشفاه طبيعي بدون أي مواد صناعية. إلى اللقاء وإلى الفيديو القادم.